طيب يا عم، اخيرا اي او اس 26 وصل على الايفون بشكل رسمي، فخش اتاكد انه وصل لك ونزله. تعال اقول لك بقى على كل الحاجات الجديده اللي هتلاقيها في التحديث بسرعه كده. شكل جديد في كل حاجه، وموبايلك هتحس انه بقى مختلف كده عن اي تحديث قبل كده. شكل الكاميرا اتغير تماما، وكل الخصائص اللي فيها برده شكلها اتغير. وشكل الساعه في اللوك سكرين والتطبيقات والايقونات في الهوم سكرين بقى بشكل 3 دي كده، وبتعمل انعكاسات لما تحرك شاشه الموبايل. والابلكيشنز زي سفاري وغيرها بقى لها شكل جديد من جوه كمان، يعني التغيير مش من بره بس. والدنيا بقت بسيطه كده خالص وزي الفل. الابل انتليجنس حتى الان مفيش اي استفاده منه، لانه ما بيدعمش عربي. حتى ميزه اللايف ترانسليشن اللي بتترجم لك المكالمه اللي انت بتتكلمها مع اي شخص بيتكلم اي لغه ثانيه للغتك، فدي ما بتدعمش عربي اصلا. ودلوقتي بقى عندك نغمات كتير جديده في التحديث ده، وكمان ينفع تغير النغمه لاي نغمه انت عايزها من غير برامج خارجيه عن طريق تطبيق الملفات. ودي عملت لها فيديو بالتفصيل، يا نزل يا لسه هينزل على حسب مين هيتمنتج الاول يعني، فخش بص عليه. وهتلاحظ برضو اول ما تنزل التحديث ان الفايبريشن بقى اقوى عن قبل كده، وبقى في فايبريشن لما تعمل اي مكالمه والشخص اللي بتكلمه يفتح عليه. في خيار جديد اتضاف بيحافظ على الطاقه لما البطاريه تنزل اقل من 20%، بدل اللو باتري مود اللي كان بيقلل تردد الشاشه خالص. واحنا هنا في التحديث ده عايزين نحافظ على سلاسه تردد الشاشه، لان التحديث ده مليان انيميشنز هتعجبك وهتخلي تجربه الاستخدام احسن. وقت الشحن الكلي وفضل قد ايه والموبايل يشحن للاخر بقى ده كله بيظهر. وفي انيميشن جديد اتضاف لما البطاريه تنزل تحت ال 20%. وبس يا عم، قول لي بقى دلوقتي ايه اكتر ميزه من دول عجبتك، وعايزك دلوقتي تخش تطمن على صاحب بطاريتك وتحدث وتقول لي البطاريه نزلت قد ايه. واعمل لي فولو بقى دلوقتي عشان يوصلك اللي جاي.